الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة في برنامج الكرة مع إسلام. هنتكلم إن شاء الله على توابع خسارة الزمالك أو خسارة الزمالك بشكل عام، لأن إحنا ما اتكلمناش فيها امبارح. هنقول الأحداث إن شاء الله، نتكلم على كل حاجة بإذن الله. خسارة الزمالك في سيناريو مجنون، وهي كعادة الزمالك. يعني لو الزمالك ما خسرش أو ما حصلش معاه السيناريوهات دي، يعني معلش، يعني مين اللي هيحصل معاه؟ هو مين اصلا بيحصل معاه السيناريوهات دي غير الزمالك؟ فخساره الزمالك في الدقائق الاخيره بسيناريو مجنون كالعاده. مبدئيا كده، الماتش كان في متناول نادي الزمالك، والزمالك اللي ضيع من ايده. الزمالك ضيع من الماتش. احنا يا جدعان ما لعبناش فرقه كوره. احنا ما لعبناش فرقه كوره حرفيا. فرقه ضايعه يعني. الماتش مخلي الواحد الحمد لله متفائل في العوده. يعني انا متفائل في العوده، اللي ان شاء الله نقدر نكسب بالفرقه دي، بالمستوى ده نقدر نكسب. لكن عايزين نتكلم على حاجه. كابتن معتمد جمال احترم الفرقه دي زياده عن اللزوم. يعني احترم الفرقه زياده عن اللزوم اكتر من اللازم. من فريق ترتيبه ال 12 في الدوري، وجماهيره اصلا قلب عليه. يعني جماهيره قلب عليه. ما كانش ينفع انك تخسر من فريق شبه ده، طبعا على ملعبه وسط جمهور وكل الكلام الكبير ده احنا عارفينه. بس فرقه ما تستحقش انها تكسب نادي الزمالك. طب حد هيقول لك ازاي بتقول على فرقه ضعيفه ومش عارف المركز ال 12 والكلام ده؟ طب ازاي وصلنا الكونفدراليه؟ عشان الكونفدراليه ضعيفه، عشان البطوله ضعيفه. ايوه دي حقيقه. زي ما دوري ابطال بقت اخر كام سنه ضعيفه، ايوه ضعيفه. يعني فممكن فرقة أو فرقتين هم دول لكن الكونفدرالية بطولة مش بقوة دوري أبطال أفريقيا أكيد. ودوري أبطال أفريقيا قوية، لكن مش بنفس القوة بتاعت السنين اللي فاتت. لكن احنا كنا ممتازين في التحضير، كنا كويسين جدا، كنا سايبين الكوره لاتحاد العاصمه، وكنا بنحاول نلعب على سرعات شيكو بنزا. يعني شيكو بنزا اللي كان هايل النهارده، كان ممتاز، كان يعتبر كان عامل مشكله كبيره للباك اليمين بتاع اتحاد العاصمه. كان مخلي ورشا كل كرة ياخدها من ورا، كل كرة ياخدها ويجري، تحس ان هو في شارع باسم شيكو بنزا في الماتش ده. لان اصلا الباك اليمين بتاعهم كان بطيء جدا، وده اللي كان بيخلي شيكو بنزا عامل ماتش جامد عليه او عامل جيم جامد عليه. كان زي ما قلنا كل كرة ياخدها ويجري بيها، والباك طبعا بطيء جدا. شيكو بنزا برضه مضيع. يعني شيكو بنزا مشكلته زي هقولها زي كل مرة، اللاعب الوحيد اللي انت ما تعرفش تقيمه. كل مره سبحان الله، كل مره بيجي شيكو بنزا في ماتش لازم اطلع اقول الكلمتين دول، لازم. يعني شيكو بنزا اللاعب الوحيد اللي ما تعرفش. يعني بص، يضيع كرة في الدقيقه 6 وفي الدقيقه 52، كورتين يعني سهلين جدا. يعني يعمل الصعب كله ويجي عند السهل ده، كوره يعدي اللاعب ويطلع الكرة من فوق الجول وخلاص. يعني عملتها كده جون، برضه تضيع. شوطها برعونة بطريقة يعني غريبة جدا، بالراحة خالص، والمدافع يشيلها من على خط المرمى. وفي نقطة هنتكلم فيها دلوقتي وهنتكلم فيها في آخر الفيديو، يعني وهي نقطة حسام عبد المجيد اللي مش مركز خالص 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 الفترة الأخيرة من ماتش إنبي. الدور الأولاني من ماتش إنبي للأهلي للنهاردة مش مركز، وهنتكلم عليها في آخر الفيديو. لكن بصراحة ضربة الجزاء اللي اتحسبت على حسام عبد المجيد هو كان سبب. اللي بالمناسبة لو خسرنا البطولة تبقى من سبب حسام عبد المجيد، ولو خسرنا الدوري يبقى من سبب حسام عبد المجيد. يعني انت عندك بطولتين خسرتهم بسبب لاعب. ماتش الاهلي انت لو كنت تعادلت في ماتش الاهلي كان زمانك واخد الدوري. كان زمانك رايح دلوقتي ماتش الكونفدرالية ده شايل من دماغك الدوري خالص. خلاص انت ضمنت الدوري. لكن انت دلوقتي رايح الكونفدرالية، كل تفكيرك برضو ايه؟ اكيد في لعيبه بتفكر في كده، زي ما في لعيبه بتفكر في الكونفدرالية كل حاجه، لكن في لعيبه بتفكر الدوري ومش الدوري ومش عارف ايه. لكن بخسارتك في ماتش الاهلي هي اللي ادت للكلام ده. لكن ضربة جزاء ما فيش حد بيطلع في الدنيا ركبته في ظهر اللعيب. يعني نزل على ايده يعني وضرب الراجل. يعني لو ما كانتش حسبت على ضربة جزاء بسبب انه زق الراجل في ركبته، كانت حسب ضربة جزاء ان هي مسيد. ففي كلتا الحالتين هي ضربة جزاء على حسام عبد المجيد، اللي كرة اصلا مش يعني كرة نازلة وعادية جدا، مش مصدر خطورة قوي. يعني انك تطلع تزق كده وتضرب لبست فريقك ضربة جزاء، وحرمتنا من هدف. يعني هدف اسطوري، هدف مارادوني، هدف من بتوع
من ميسي، من الناس الحلوه دي، مفهم. هدف فعلا كان هيتحفر في قلوب جماهير الزمالك. الهدف ده لو كان اجى كان هيتحفر في جوه جماهير نادي الزمالك. كنت هتكسب الفريق في 1-0 في ارضهم، ترجع بقى تتعادل تكسب، ضمنت البطوله، تخش على ماتش سيراميكا بصدر رحب كده والدنيا حلوه معاك. لكن كده انت صعبت الموضوع على نفسك، لان دي فرقه عشوائيه، والواحد ما يخافش في حياته. يعني دايما الفرقه اللي تخاف منها مش الفرقه المنظمه، لا، الفرقه العشوائيه اللي هي اصلا بتنزل الماتش مش عارفه هي بتعمل ايه. ممكن كره طايشه تيجي جول، ممكن. طب افرض ايجو، لا قدر الله، لا قدر الله، كرة عبيطة شبه ديت اجت في ايد واحد، ولا ضربة جزاء زق حد، ولا اي حاجة حصلت، جات لهم ضربة جزاء مثلا تانية لو اتحسبت واجت جول، انت كده خلاص، انت كده خرجت بره البطولة. انت كده بتودع البطولة بسبب اخطاء من اللعيبة اللي عندك. لكن بتمنى ان شاء الله في ماتش العودة يكون في تركيز اكتر من كده. وهنتكلم على بزيرة اللي لو كان موجود في بداية الماتش. طبعا بزيرة لو كان موجود من بداية المباراة كنا كسبنا سكور. وهنا مش ببالغ يعني. حد يقول لك سكور دي كبيرة قوي، مش عارف، اقسم بالله سكور حرفيا. الفرقة ديت يعني في فرقة في الدوري المصري لو لعبتها بالمستوى ده، هقول لك يعني وادي دجلة تلعبها تكسبها عادي. سيراميكا اقسم بالله، يا سيراميكا بمستواها دي يعني مش هقول لك. طبعا ما جبناش سيرة بيراميدز اهلي وما ادراك ما الاهلي. يعني احنا بنتكلم الزمالك بالمشاكل اللي عنده، طبعا كل الكلام ده احنا عارفينه. الزمالك بيمر بأزمات. هل الزمالك يعني في حاجات هنتكلم بس خليها في آخر الفيديو أحسن، هنقولها دلوقتي. زي ما قلنا سيناريو خسارة الزمالك. في سيناريوهات كده بتبقى بتاعت الزمالك، ماركة مسجلة. يعني ايه ماركة مسجلة؟ يعني بتاعت الزمالك بس يا باشا، بتاعت الزمالك. يعني انا الزمالك، انا مثلا هنزل اكسب كده وافرح جمهوري كده ونرجع نتعادل مثلا، ولا نكسب 1-0 والبطولة خلاص كده. لا لا، ازاي؟ ده انا الزمالك يا باشا. لازم جماهير الزمالك تفضل قاعده على اعصابها. لازم الماتش يخلص بسيناريو يجيب لك الضغط، يجيب لك اي حاجه كده يصدع لك دماغك. المهم ان في حاجه تحصل لك. ما ينفعش كده ماتش للزمالك في بطوله مهمه او ماتش مهم تكسبه كده وبالك يبقى مرتاح كده. لا، دي ماركه الزمالك. ماركه الزمالك هي الماركه الوحيده اللي تخليك تكسب وانت حاصل لك حاجه، مش تكسب كده عادي. ده اللي بيخلي الناس تحب الزمالك بصراحه. لكن احنا ما اتظلمناش كتحكيم او بسبب الحكم زي ما الناس بتقول. لا، احنا ما اتظلمناش ولا حاجه، احنا اللي قصرنا. كابتن معتمد جمال اللي هو كان فكره دفاع بحت في الشوط الاولاني او في على مدار الشوط كده بس، من وقت نزول بزيرة والكلام ده. لكن كان بيلعب زي ما قلنا على التحولات. ما كان مدي الفريق اكتر من حجمه بكتير قوي. والحكم كان كويس، كان الكرة هنا وكرة هنا، ودي ما تحسبش دي ما تحسبش. لكن ما كانش بالسوء اللي هو يبقى السبب يعني ان هو يخسرنا الماتش. في نقطة مهمة وهي بنتايج، طرد بنتايج. يا عم بنتايج، يا باشا بنتايج، عندك ماتش عودة في القاهرة وماتش مهم، ونادي الزمالك بيلصم اي حد عشان اصلا يعني احنا عندنا مجموعة، فاهم؟ يعني هم مجموعة اهي، احنا ملصمينهم، فاهم؟ ملصمينهم، عارف، جايبين حتة من هنا لازقين على حتة من هنا، جايبين حتة من هنا، فاهم؟ ملصمينهم. يعني الدنيا مش مستاهلة ان احنا نفقد واحد وفي امتى وفي ماتش نهائي. مش مستاهله تتعصب وما تتعصبش. دايما خلي فكرك، اعمل حسابك للي بعد كده مش في الوقت ده. طب انت خلاص خسرت مثلا ولا اتعصبت من كوره، خلاص بقى. لكن تفضل بقى تتمادى لحد ما تطرد وتتسبب في ان تحرم فريقك من مجهوداتك في العوده، اللي ممكن تتسبب في الخساره. لان انت كده هتفقد لعيب مهاري في نص الملعب زي فتوح، هتخليه يرجع باك شمال. وطبعا هتدخل مكانه ربيع بقى، ولا ممكن تلعب بادم كايد وربيع وادم كايد وفتوح وشحاته. لكن هو بصراحه تصرف غريب من بنتايج. ما كانش ينفع ان هو يعمل كده في ماتش مهم جدا زي ده، في ماتش جماهير الزمالك مستنياه. لكن قدر الله ما شاء فعل. بنفكر في اللي جاي. التعويض سهل، التعويض سهل.
التعويض سهل من فرقة مش صعبة، مش فرقة، مش الواو، مش اللي هي ما فيهاش لعيب سوبر، ما فيهاش لعيب، ما فيش غير الخالد ده اللي هم بيتكلموا عليه. وبرضه مش بالحجم اللي هو واخده، مش بالنجومية شبه اللعيبة اللي في نادي الزمالك، او بحجم نادي الزمالك. لكن زي ما قلنا التعويض سهل، التعويض سهل. نيجي بقى لحاجة، وان باقي ماتشين في الدوري، باقي ماتشين يعني محدش كان يتخيل ان الزمالك يبقى له ماتشين 180 دقيقة ببطولتين، يعني بطولة الدوري وبطولة الكونفدرالية أول طبعا، بعد كده الدوري. يعني عندك يوم 16 العودة، كسبت خدت البطولة، وعندك بعدها الدوري كسبت سيراميكا تعادلت سيراميكا خدت البطولة. فأنت عندك ماتشين ببطولتين كفيلة إنهم يخلوا مشاكل الزمالك تتحل، الأمور ترجع تستقر إلى حد ما في نادي الزمالك، والدنيا تبقى كويسه واحسن من الاول. ايه اللي المفروض يحصل من جماهير نادي الزمالك؟ لازم يبقى فيه هتافات حاده من جماهير نادي الزمالك في استاد الرعب اللي هو استاد القاهره، الاستاد اللي هيبقى متقفل من اوله لاخره بالزملكاويه، هيبقى متقفل من اول كرسي لاخر كرسي، كل حته في الاستاد هتبقى متقفله. هيجوا يشوفوا بقى الجمهور اللي بجد، الجمهور الحقيقي، الجمهور اللي هيعمل لهم رعب. هيبقى يوم مرعب بالنسبه لهم. ما ينفعش في اليوم ده الا يكون فيه هتافات حاده من اول ما الحكم يصفر لحد ما الحكم ينهي الماتش، لازم يكون فيه هتافات حاده. مفيش اغاني، مفيش الكلام ده، لازم اللعيبه بتاعه اتحاد العاصمه تنزل وهي عامله حساب الجمهور وخايفه من الجمهور طبعا. لازم كل ده يحصل، وان شاء الله ده اللي هيحصل. عايز اسال بس سؤال معلش، او اخر حاجه هقولها قبل ما اقفل، وهي رساله للناس اللي بتقول ان حسام عبد المجيد ماضي للاهلي. طيب، احنا هنفترض مع بعض ان حسام ماضي للاهلي. انا دلوقتي لو انا مكان حسام عبد المجيد، تمام، انا ماضي للاهلي، تمام، انا ماضي للاهلي مثلا مثلا 3 سنين. باخد في الموسم مثلا، مش هنقول ارقام، مثلا جنيه، احنا بنقول مثلا جنيه، فاهم، جنيه. يبقى انا اول ما مضيت ليا كام؟ بلاش حد، بلاش اقول جنيه عشان ما حدش يضحك عليا، قول مثلا مليون جنيه، يبقى ليا 3 مليون. انا لما مسافه ما مضيت بقى ليا 3 مليون، لعبت ما لعبتش ده عقد، فاهم. فايه اللي يخلي حسام عبد المجيد يضيع اللي هيعمله في نادي الزمالك؟ انت دلوقتي الاهلي خلاص مضيت، بس انت بتلعب مع فرقه، فانت المفروض تبقى مركز معاها عشان حتى تاخد مكافأتك، حتى يعني مفيش وسيله ضغط، يعني مفيش مثلا لا انت مضيت عندنا فانت ايه، لازم تنزل تخسر الزمالك. ليك عندي حاجه؟ مالكش عندي حاجه، يعني انا مضيت اه. إيه اللي ليك عندي؟ لا بقى موجود عندك. طب انا موجود دلوقتي بلعب بكسب عشان اخد فلوس. انت تقدر تزيد، انا اللي اقدر ازيك، انا اللي عقد، انا اللي ياخده، انت ما تقدرش تأذيني. دي رساله للناس اللي بتقول له حسام عبد المجيد ماضي للاهلي. هو مش ماضي للاهلي ولا حاجه، وحتى لو ماضي للاهلي هو مش هيتضغط عليه بحاجه، هو اللي كسبان مش هم. يعني حسام عبد المجيد هو اللي متحكم، لان هو اللي مضى على العقد. لكن ماضي مش ماضي، هو ليه اداؤه في الملعب، احنا لينا مستواه في الملعب اللي بنطالبه ان هو بيركز في الماتشين الجايين، اهم ماتشات الموسم. لازم يركز حسام عبد المجيد في الفتره اللي جايه. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله البطوله تبقى زملكاويه او بطوله مصريه. يبقى مصر، اسم مصر اتحط ان هي اخذت بطوله قاريه، سواء اهلي سواء زمالك سواء بيراميدز اي حد، لكن تفضل سمعه الكره المصريه ان كل سنه فريق مصر بيحصد بطوله. السنه اللي فاتت بيراميدز، السنه دي الزمالك، السنه الجايه ان شاء الله اهلي بقى، زمالك، ان شاء الله بيراميدز، اي فريق. لكن طبعا انا بتمنى طبعا كمشجع، مشجع كوره، انتمائي للزمالك اتمنى الزمالك، لكن لو الزمالك ما خدهاش اتمنى الاهلي، اتمنى الاهلي طبعا، مش عيب. لكن من سمعه مصر لازم على الاقل كل ماتش او كل سنه لازم فريق مصري يحرز بطوله قاريه للبلد، عشان تفضل سمعه مصر دايما عاليه وسابقه اي حد، لان احنا اعظم دوله في كره القدم في افريقيا، دي حقيقه لا يمكن انكارها. احنا اعظم منتخب في مصر هو منتخب مصر في افريقيا، ومنتخب مصر اعظم نادي في افريقيا، او عندنا من اعظم النوادي في افريقيا. عندنا الاهلي الكبير وعندنا الزمالك العظيم. فعندنا
في مصر عندنا شعبية وتاريخ لا يمكن أن يضاهيهم أي حاجة في الدنيا. أتمنى من نادي الزمالك إن شاء الله اللعيبة تركز في الماتش الجاي، ماتش صعب، ماتش مهم. بإذن الله بإذن الله البطولة تبقى مصرية في زملكاوية. أتمنى يبقى ماتش كويس بإذن الله. أتمنى ما أكونش يعني طولت عليكم في الحلقة، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله انتظروني في حلقات جاية كتير. وقبل ما أقفل عايز أقول حاجة. عندنا يعني ماتش بيراميدز وزيد اللي محدش بيتكلم عنه طبعا عشان الجماهير والكلام دوت، لكن آه ماتش هيبقى مصيري بالنسبة ليوشيتش من وجهة نظري. هم اصلا كده كده بتلككوا من ايام ماتش الاهلي، فهو لو خسر الماتش ده اعتقد نسبة 70% ممكن تؤدي الى رحيله، بغض النظر عن الدوري. واسف لو كنت قلت عليكم المرة التانية، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جاية كتير. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. سلام.